حبايب أمولة صباح الفل، ولا نقول مساء الخير حسب التوقيت اللي هتشوف فيديو أمولة فيه. وحشتوني وحشتوني. بتعملي ايه النهارده يا أمولة؟ أهلا أهلا بالصيف. هطلع طبعا الشتوي. طبعا ما تبصوش للضفة دي، عايزة أقولك إن هي انزل 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 عشان حطها على السرير ماسيو. ما تبصوش طبعا للضفة دي، عايزة أقولك الأوضة كلها عايزة تتفور كلها. هطلع الشتوي ده، هشوف طبعا ايه هعمل ايه فيه، وفي كمان حاجات كده ايه صيفي، زي مثلا الباديهات دي اللي بلبسها تحت البلوزات وكده. فيعني ايه هشوف هعمل ايه. وباديه عايزه اقول لكم باديه معاكم متاخر، بس هعمل ايه غصب عني عشان خاطر انا ما عملت اللي ورايا. عملت الغدا، صبيت المواعين. حطوا لايك للفيديو. طبعا لبست اي حاجه كده عشان انا عارفه ان انا ايه هتبهدل. فلبست اي حاجه كده عشان خاطر ايه اشتغل فيها يعني وكده. ان انا ايه بعد ما اطلع بعد ما اشيل الشتوي واطلع الصيفي والكلام ده، عايزه اقول لكم ان انا هعمل ايه. هروق الاوضه برضو ايه بالمره. فانا كنت سايبه موضوع ترويق الاوضه دي لما اطلع الصيفي كده واشيل الشتوي، واخدين بالكم. فقلت خليها ايه، خلي الشغل كله في الاوضه دي مره واحده. حطوا لايك للفيديو. مش عارفه قلت لكم ولا ما قلتلكوش، مش مركزه. طبعا كل سنه وانتم طيبين. النهارده السبت، مش عارفه بقى بكره العيد ولا هيبقى يوم الاثنين. كل سنه وانتم طيبين حبايبي، من جوه مصر ومن خارج مصر ومن كل انحاء العالم. طبعا هو الموضوع هيبقى متعب، وانا ما بحبش، عايزه اقول لكم يعني بكره اللحظه دي بصراحه. بس هعمل ايه يعني، لابد منها لابد منها. طبعا شكرا على كلامكم الحلو، وشكرا للناس اللي نورتني، وشكرا للناس اللي معايا من الاول. كلكم على راسي، كلكم منوريني. طبعا مش هعمل لي انا بس، هعمل طبعا لماسيو فلوباتير. يعني هطلع لهم برضو ايه، هطلع برضو بصوا البطاطين برضو هنا على السرير. فعايزه اقول لكم بصوا الدنيا مدعكه مدعكه. بس هعمل ايه بقى، هو الموضوع هياخد مني وقت، بس ايه يعني لابد منه. يعني انا عماله اجل فيه بصراحه، وعماله اسحب كده حاجات ايه من على الوش عشان خاطر البس حاجات صيف وكده. فمش طايقه الحاجات التقيله. فعايزه اقول لكم يعني مش قادره اخد الخطوه دي، لان انا عارفه ان هي يعني يعني بتخلص عليا بمعنى الكلمه. كل ده اللي انا بشيله ده شتوي، وبيبقى فيه ايه حاجات كده بسيطه صيفي. في يعني ايه بلقطهم وبحطهم هنا على جنب. هشوف بقى ان انا ايه الدولاب عندي يعني متكركب كده على بعضيه. هشوف الدنيا. وبصوا طبعا شايفين برضه ده ايه، ده كل ده الشتوي، ده الشتوي وده الشتوي بتاع العيال. فبرضه ايه هشيلهم واخليهم بقى يعني في اي حاجه، هشيلهم في اي حاجه. وده البيت بتاعي اللي هو اللي تحت ده. اما كل ده الخروج. انا اسفه طبعا يا جماعه عشان خاطر ايه الاضاءه وحشه، زائد ان التليفون فمن كل ناحيه يعني. يعني الحمد لله يا جماعه. عايزه اقول لكم الجو هوا بره. انا فاتحه الشباك على فكره مع اللمبه عشان بس ايه يعني يدي اضاءه برضو ايه شويه. والصيفي في الارض اهو انا مطلعاه. يعني كان في الدولاب كده من تحت، بس انا مطلعاه يعني ومخليه تحت كده ايه في الارض، لما افضي المكان ده الضفه دي يعني عشان اعرف ارقصه.
ممكن انهي معاكم يا جماعه الفيديو، ولما اشيل طبعا كل الشتوي ده هرجع لكم تاني، هرجع لكم وانا بحط الصيفي يعني وكده. بصوا يا حبايبي رجعت لكم تاني. كل اللي كان هنا طبعا الكياس دي شغل ملايات، واخدين بالكم؟ ده شغل ملايات، فبالتالي انا حطاها هنا ايه في الضرفه بتاعتي. عايزه اقول لكم ايه تاني. بصوا ده الصيف اهو، وده الشتوي اهو، شايفين؟ عبيته هنا، ده كل اللي كان مالي هنا على فكره. واديني ايه برص في اللبس بتاعي اهو، اللي هو الصيفي. لسه بقى ايه اللي هو بتاع العيال، والبيتي بتاعي اهو زي ما انا قلت لكم هنا تحت. يعني ايه بشوف يعني واحده واحده عشان بس ايه الدنيا ما تتكركبش، واحس ان انا ايه تهت كده في الاوضه. واللي وصل معموله لحد هنا اللايك اهو، واحده واحده كده ايه يعني ما رايش حاجه، يعني ده يعتبر ايه الروتين ده اخر حاجه معايا النهارده. واخدين بالكم؟ اي نعم هو هياخد مني وقت، بس مش مشكله، ما كل حاجه بتاخد وقتها وبتاخد حقها. بس فانا زي ما انا قلت لكم عملت الغدا وصبنت مواعين وكنست ونشرت وبص عملت كل حاجه. بس فقلت ايه خلي بقى الهدوم اللي هو الصيف والشتوي دي اخر حاجه، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر انا عارفه ان انا هتهد، يبقى ايه اخلص على طول واستلم السرير. وده طبعا اللي بحطه هنا البيتي، الصيف البيتي. يا رب. انا الصيف بتاعي يعني صغننين مش كتار. ربنا يسهل كده ان شاء الله واعرف اشتري كام بيجامه كده، على يعني ايه على باضي كده خروج والدنيا ايه يعني الحمد لله. هخلص عندي بقى يا جماعه وايه وارجع لكم تاني وانا ببدا في الروتين بتاع العيال، يعني في اللبس بتاع العيال.